صديقي طالب تاني اعدادي، السؤال اللي ظهر قدامك دلوقتي يا صديقي فيه فكره حلوه قوي يا صديقي، فطبعا اكتب لنا الاجابه في الكومنتات وشويه وهنرد عليك يا صديقي سواء اجابتك صح او غلط، وكمان هننزل لك فيديو شرح مفصل مبسط لفكره السؤال ده يا صديقي. وبس كده، سلام. السؤال نزلناه من شويه وفي طلبه كتيره ما عرفتش الاجابه بتاعته، تعالى كده يا صديقي نفكر مع بعض ونجاوب السؤال ده. اولا كده بيقول لك ايه السؤال؟ بيقول لك لماذا تكون الغازات قابله للانضغاط والسوائل غير قابله للانضغاط بالرغم من كبر المسافات البينيه؟ وطبعا انا بعمل لك كده علشان هو مش بالمعنى الحرفي. ليه؟ لان انت لو جيت بصيت على المسافات البينيه في الماده الغازيه فعلا المسافات البينيه كبيره مثلا كده، ولكن الماده الصلبه هي مش كده، الماده السائله هي مش كده زي الصلبه، لا هي مختلفه بس كبيره حاجات بسيطه برضو شويه. يعني الماده الغازيه كده مثلا، الماده الغازيه كده، طيب الماده السائله كده، الماده الصلبه كده. فالفكره كلها ان السائله برضو مش كبيره اوفر علشان تبقى قابله للانضغاط. فركز بقى معايا يا صديقي في الفكره دي، مش لازم الماده السائله تنضغط، علشان في ناس تقول لك ما هو في مسافات بينيه اذا هي قابله للانضغاط. لا، هي كبيره اكبر من الصلبه، بس مقارنه بالغازيه فهي قليله جدا 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 يا صديقي. فلازم تبقى فاهم فكره السؤال ده. فسؤال جميل جدا جدا جدا، وفي طلبه كتير ما كانتش عارفه تجاوبه، فانا جاوبت لك السؤال يا صديقي. وبس كده، نلقاكم على خير، واتمنى لو انت عندك اي مشكله في ماده العلوم اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش الفولو والاشتراك يا صديقي، وتتابعنا على قناه اليوتيوب عشان بننزل لك شرح المنهج بالكامل. سلام يا صديقي.